السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل معاكم طريقة البطاطس المتفرزنة اللي بنجيبها من السوبر ماركت. هنقول بقى مع بعضنا المقادير. هنقطع البطاطس ونحط خل وهنحط حبة ملح صغيرين وهنسيبهم كده لمدة ربع ساعة او نص ساعة. تمام. بعد الربع ساعة او النص ساعة دي اللي هنسيبها شوية في المية بتاعتها، هنجيب مصفى ونطلع البطاطس ونحطها نصفيها في المصفى، بحيث ان المصفى دي تنزل اي مية. علشان في خطوة تانية هعملها، هحط عليها معلقتين نشا مش كتير، حاجات بسيطة. دي بتخليها مقرمشة اكتر، حتى لو البطاطس كانت تحمير، هي كده كده البطاطس دي بطاطس تحمير، بس بتخليها احلى واحلى بصراحة هنحط البطاطس بعد زيت ما يسخن جامد معانا. انا بحط البطاطس واحدة واحدة. تمام. البطاطس هتاخد معانا نص سوا، بس في اثناء ما بتاخد نص سوا هنقلبها بحيث ان ما تلزقش ببعضيها. بس هناخدها ان شاء الله نقلبها كده حاجات بسيطه، بس لما تيجي في نص سوا هناخد البطاطس نصفيها كويس جدا جدا بالمصفى. اهي معانا نص سوا البطاطس. احنا حطينا في اول في ميه البطاطس حاجه بسيطه ملح، ولما برضك هنطلعها هنرش عليها رشه ملح بسيطه، بحيث لما نيجي نفرزنها هتبقى معانا مظبوط، الملح بتاعها مظبوط جدا، ولا هي هتبقى مظبوطه بالشعرايه الملح بتاعها. البطاطس عندنا بردت، بعد ما بردت هنحطها في الكيس عشان نخزنها. طبعا انت هتعملي الكميه اللي انت عايزاها بقى، عايزه تعملي كيلو 2 كيلو 3 كيلو اللي انت عايزاه. طبعا هتخزني البطاطس في الوقت اللي البطاطس هتكون في رخيصه، عشان بتبقى جميله جدا في الفريزر. حد من اولادك عايزين ياكلوا تطلعي على طول تعملي، بتبقى جميله جدا. هندخل بقى في طريقه البتنجان المخلل. الطريقه دي اعملوها يا جماعه وادعوا لي. طريقه سهله جدا وصحيه وجميله بصراحه، طريقه المطاعم واحلى كمان باذن الله. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. وقت بنغسل البتنجان ودوسوا لي بقى، اتمنى كده من حضراتكم كده تدوسوا لي لايك وتعليق كده حلو منكم، تشجيعا منكم، واشتراك في القناه. الوقت اهم حاجه في السر البتنجان ده كله الميه بتاعته. احنا دلوقتي حطينا مع بعضينا معلقه ملح كبيره او معلقه ونص، حطينا ليمونتين، معلقتين خل، معلقه زيت. الميه دي سر البتنجان. تخلي البتنجان الميه بتاعته دي اصلا هنحطها في تتبيله البتنجان. الوقت معاكم بنقطع فلفل حامي وبارد عشان دي الدقه بتاعت البتنجان. ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. احنا حطينا فلفل حامي وفلفل بارد. هنحط مع بعضينا دلوقتي ليمون، هنحط ليمونه وميه سلق كده كده بردك، حاطين ليمون وخل. وهنا في الدقه هنحط ليمون وهنحط بردك معلقتين خل، وهنحط معلقه ملح، وهنحط معانا هريسه شطه، وهتحطوا راس توم. انا هنا الصراحه نسيت احط التوم، جيت في الاخر خالص افتكرت بعد ما حشيتها كمان، بعد ما حشيت البتنجان افتكرت ان انا ما حطيتش توم، بس حطيت توم في الاخر عادي ينفع بس في الدقه انتوا بقى ما تنسوش حطوا في الدقه راس توم. هنحط الخلطه في طبق عشان هنحشي البتنجان. طبعا البتنجان لما نيجي نطلعه من ميه السلق بتاعته لازم يبرد عشان ما نتلسعش، وعشان نعرف نحشي البتنجان صح. شايفين ميه البتنجان لونها موف، حتى لما تيجوا تخلوها يبقى لون المخلل ده جميل جدا، والطعم هيبقى حلو قوي. جربوا الطريقه دي باذن الله هتعجبكم. الطريقه دي افضل طريقه هتعجبكم. وبصوا عايزاكم تجربوها كده وتكتبوا لي في الكومنتات، ويا رب الفيديو كده يكون عجبكم باذن الله. حرفيا بجد والله من انواع المخلل الخفيفه جدا. انا هنا جبت كام قطيه كده، قلت احطهم في الغدا جنب الاكل. والبتنجان اللي احنا خليناه حطيناه، هنسيب منه من الدقه بتاعته حبه صغيرين، معلقتين 3 كده، عشان نجيب ميه السلق هنحطها فيه، علشان هنحطها على البتنجان. دي ميه الحفظ بتاع البتنجان وميه التخليل. البتنجان بيتخلل فيه بيشرب منه. البتنجان ده عايزين تاكلوه منه تاني يوم تمام مفيش مشاكل، بس كل ما بيقعد بيكون احسن. يقعد في التلاجة لمدة شهر.
يلا ان شاء الله اشوفكم كده على خير.